السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طالبات تانية ثانوي، الليلة الأخيرة، الفيديو الأخير. كل سنة وانتم طيبين. كفينا ووفينا بفضل الله. مفيش كلمة اتخلقت في مستوى الجمهورية ما حلناش. حلينا في ليلة الامتحان التقييمات كلها، حلينا في ليلة الامتحان كتاب الامتحان والكتب الخارجية كلها، شرحنا، ألفنا لكم أسئلة، عملنا كل حاجة. حلينا النموذجين الاسترشادي اللي كانوا في الأول في ليلة الامتحان. النهارده جايين نحل النموذجين الاسترشادي الصعبين جدا. انا ما اعرفش ازاي يفاجئوا الطلبه في ليله الامتحان بنموذجين بالمنظر ده. فطبعا صلي على النبي الاول قبل ما نبدا، ونسلم على النبي في الكومنتات، وتكتب الدعوه اللي نفسك فيها، الكليه اللي بتحلم بيها، واحنا هنأمن عليك في الكومنتات. نتمنى يا رب نشوفكم في ثالثه ثانوي كلكم اجمد طلبه في مصر. بس نصيحه قبل ما تشوف الفيديو ده، طبعا مالكش دعوه بشكلي، انا طبعا المراجعات اليومين اللي فاتوا فشكلي ان شاء الله مضروب بالجزمه لسه صاحي من النوم. حلو. عايز اطلب منك طلب. اهم حاجه قبل ما اتفرج على الفيديو ده لازم تكون خلصت كل التقييمات، خلصت كل المذاكره، ذاكرت كل حاجه. الفيديو ده الوزاره منزلاه تقريبا تحت مسمى 2 نموذج امتحان للمتفوقين. يعني بجد يعني الوزير حطه طول السنه حماده، واللي نزله في النموذجين دول حماده تاني. يعني ممكن نسبه 70% منهم، طبعا في كام سؤال سهل يعني بس مش كتير. فقبل ما نبدا بوصيك امانه، لازم تكون مذاكر كويس عشان ما تتعبش نفسيا، مش تفهم حاجه من الفيديو. لو انت طالب اول مره تشوفنا، انزل في الصفحه تحت هتلاقي شرح الفصل الاول وشرح الفصل الثاني، دول اللي نزلوا. لو انت طبعا كمل لوحدك بقى اكيد مع مدرسك، ونبدا مع بعض. نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النموذج الاولاني، الشكل البياني يمثل علاقه. عايز الشغل المبذول. هي هنا بس كان في خدعه بسيطه، ان طول عمرنا متعودين ان الشغل اللي هو اف في دي متعودين دايما يجيب المحور ده دي، فكنا بنقول المساحة تحت المنحنى. بس المرة دي سهلها علينا، فاحنا هنغلط والله العظيم. عملها واحد على الدي. طب ما كلنا عارفين ان الميل بيساوي فرق الصادات اف على 1 على دي على تبقى اف في دي. اذا الشغل المبذول هو ميل الخط المستقيم، مفيهاش اي حاجة. الميل بكام؟ 20 على 4، يبقى الإجابة 5. ده من ضمن الأسئلة السهلة اللي كان بيلعب على الخداع البصري. السؤال الثاني سؤال فيه خدعة عسل قوي، نبهت عليها في المراجعات. جسم طاقة حركته 2 جول، يبقى دي طاقة الحركة. زادت سرعته بمقدار الضعف. الله يا ابني الله، قلنا كلمة بمقدار دي هنستخدمها في ثالثة ثانوي كتير. زادت السرعة بمقدار الضعف يعني بلس 2. زادت ب2 بي مش إلى. زادت الضعف غير زادت بالضعف بي. فسرعة زائد 2 في يبقى السرعة بقت 3 في. وكلنا عارفين طاقة الحركة تتناسب طردي مع الفي تربيع. يبقى طاقة الحركة هتزيد قد ايه؟ 3 تربيع 9، يبقى زادت 9 مرات. هي اصلا كانت كام؟ كانت 2، يبقى 9 في 2 ب 18. طبعا المغفل هيختار 9. 9 امثال غير باقي التسعة. يا جماعه اللغه العربيه احنا قاعدين نتدرب عليها طول السنه. الطلبه اللي ما كانتش معانا خلي بالك الالفاظ دي شرحناها في المراجعه، بصراحه مش هعيدها تاني. موضوع الراجل والسلم، وان الزاويه اصلا مش 30، الزاويه 60، والشغل الاهبل ده. عايز الشغل الكلي ما فيهوش اي حاجه. طبعا ممكن اقول لك طريقه سهله للطلبه اللي ما حضرتش معانا. الشغل المبذول عندما يصعد السلم، طبعا لما الراجل هيوصل على اخر السلم كده اكتسب طاقه واضحه. خدناها في المراجعه بتاعت ليله الامتحان ان لما اوصل لاخر السلم يبقى الشغل المبذول يساوي طاقه الوضع. طب طاقه الوضع محتاجه تجيب الاتش. طب ما هو ده نص الوتر. طبعا الطلبه اللي حضرت المراجعه عارفه الكلام ده. طب والوتر بكام؟ قال لك السلم ب5، يبقى الوتر 5 يبقى نصه ب2.5. خلصت المساله. هتقول ام في جي في 2.5 تطلع 1750. واحد يقول لي مفيش اجابه في 1750. ارحمني يا رب ارحمني يا جماعه. 1750 هي 175 في 10، صح ولا لا؟ الصفر اللي هو 10 هي 17.5 في 10 أس 2. كل ما بصغر الرقم بضرب في 10، اصغر رقم اضرب في 10، يبقى هي 17.5 في 10 أس 2. أي من الأجسام الآتية له طاقة حركة أكبر؟ ده سؤال للأطفال الرضع. كلنا عارفين طاقة الحركة قانونها نص ام في تربيع. نجرب.
هنا الام بواحد والسرعة باتنين، يبقى نص في واحد في 2 تربيع تدي 2. هنا نص في 2 في 1 تدي 1. هنا نص في 4 في نص تربيع تدي نص. هنا نص في نص في 4 تربيع تدي 4، يبقى هي دي أكبر واحدة. د. برضه سؤال سهل. سؤال 5. صندوق كتلته 50 كيلو جرام وقع من سطح مبنى، ارتفاعه يبقى ده أقصى ارتفاع اتش، سرعته لحظة اصطدامه بالأرض يبقى أنا مديك السرعة تحت. اوجد متوسط مقاومة الهواء. الله على السؤال ده، الله الله الله. ايه بقى يا مستر متوسط مقاومة الهواء دي بقى؟ احنا أول مرة نسمع عنها، ايه متوسط مقاومة الهواء؟ بص يا حبيبي، المفروض طاقة الوضع فوق بتساوي الحركة تحت، صح كده؟ ده اللي احنا عارفينه وحافظينه. طاقة الوضع فوق تساوي الحركة تحت. تعال نحسب كده طاقة الوضع فوق اللي هي ام جي اتش. هتلاقي الام 50، الجي ب10، الاتش ب40. صلي على النبي كده. دول 3 اصفار و4 في 5 ب20,000. تعال نشوف طاقة الحركة. طاقة الحركة بكام؟ اللي هي نص ام في تربيع تساوي نص كتلة ب50 الفي تربيع اللي هي 20 تربيع. طب 20 تربيع ب400، انا عايز على حسب الموضوع كده هيبقى كبير قوي كده، الموضوع هيوسع مننا. يلا بينا. نص في 50 في 20 تربيع 10,000. شفت بقى؟ المفروض طاقة الوضع فوق بتساوي الحركة تحت. معنى ان طاقة الوضع اللي كانت فوق ما تحولتش لطاقة حركة، يعني وهي بتقع في هواء، الهواء ده كان بيقاومها. تاني، طاقة الوضع فوق بكام؟ 20,000. المفروض لما اوصل تحت الاقيها 20,000، لا لقيتها 1000، لقيت 10,000 قصدي. يبقى في 10,000 تانيين بتوع الهواء ضايقوها، في 10,000 ضايقوها. يبقى اذا مقاومة الهواء يبذل شغل 10,000 جول. يبقى الهواء بذل شغل بقد ايه؟ 10,000 جول. طيب انا عايز القوة نفسها. طب ما احنا عارفين ان الشغل بيساوي قوة في ازاحة، يعني ال 10,000 جول دي بتساوي قوة في الاتش اللي هو الارتفاع. يبقى تاني، الشغل المبذول من الهواء هو مقدار القوة اللي بذلها الهواء عشان يصد الجسم ما ينزلش، يعني بيضايقه بيخليه ما ينزلش، في الارتفاع اللي مشيه كله. يبقى اف في اتش، الاتش بكام؟ ب40، يبقى القوة تساوي 1000 على 40. يبقى القوة هتساوي 10,000 قصدي على 40، دي تروح مع دي، 1000 على 40 ب 250، 1000 على 4 ب 250. يبقى تاني، الجسم دلوقتي بيقع من فوق مع طاقة وضع 20,000. طبعا سؤال يعني صعب جدا، الطالب أول مرة يشوفه، جاي تجيبوا له ليلة الامتحان انتوا هوبا. فالراجل نازل بفوق بعشم معاه 20,000 جول طاقة، وصلت تحت 10,000، يبقى انت فقدت بسبب الهواء كام؟ 10,000 زيهم. الهواء ده ضايقك، عمال يضايقك، انت نازل وهو بيقول لك مش هتنزل، فدي اسمها مقاومة الهواء ليك. طلعت بكام؟ ب 10,000. مقاومة الهواء دي اللي هي الشغل المبذول من الهواء ضدك، زي كده قوة الاحتكاك، زي قوة الفرامل بتضايقك. طب والشغل المبذول ده يساوي ايه؟ القوة في الإزاحة، يبقى اف في اتش. سؤال رخم بصراحة، يعني سؤال رخم بصراحة. دي خدناها في المراجعة بتاعت ليلة الامتحان بتاعت يسقط 25 متر، اللي هي هناخد ال 55. 7 بيقول لك إذا كان الإزاحة التي يحدثها بندول مهتز. طب لحظة بس عشان أنا عايز أتخيل البندول أهو.
1 2 3. بيقول لك الازاحه الاساسيه من دول مهتز بين موضعين متتاليين تنعدم عندهم طاقه الحركه هي 4 سم. حلو قوي، حلو قوي. هيروح كده ب 4 سم. ايه يا مستر اللي انت عملته ده؟ باشا السرعه هنا بكام؟ 0. السرعه هنا بكام؟ 0. فهو بيقول لك الازاحه التي يقطعها بين دول بين موضعين، ادي الموضعين اهو 3 و2، تنعدم عندهم طاقه الحركه اهي. هنا طاقه الحركه ب0 وهنا طاقه الحركه ب0. المسافه دي ب 4 سم. طب والمسافه دي بيقول لك عايز ايه؟ السعه. طب ما احنا عندي هنا سعه وعندي هنا سعه، يعني الاتنين ساعة ب4 سم، يبقى الساعة الواحدة ب2 سم. سؤال حلو، حلو لطيف. 8 خدناها في الحصة، خدناها في الحصة. ده خلي بالك منه عشان يتكرر تاني، خدناه في المراجعة ملزمة ليلة الامتحان. سؤال 9 ده خدناه في الحصة؟ لا ما خدناهوش، خدنا زيه. عند تحريك طرف ملف زنبركي طويل ليصنع موجة طولها الموجي، يبقى دي اللمبة، وزمنها الدوري يبقى ده الزمن الدوري. كده انا معايا السرعة، ثم تم تحريكه ليصنع موجة طولية زمنها الدوري الجديد T2 لها نفس السرعة. فإن الطول الموجي الجديد، طيب صلى على النبي، السرعة بتساوي لمدة على التي. والله أنا دلوقتي هثبت السرعة، طبعا الطلبة بتاعتي الشاطرة فاهمة، هثبت السرعة. ما دام ثبتت السرعة يبقى العلاقة ما بين دول علاقة إيه؟ طردية. يبقى أفهم من كده لمدة 2 على لمدة 1 تساوي T2 على T1. خلصت المسألة. يبقى لمدة 2 على 30 سنتي يساوي T2 اللي هو 5/100 على 1/10. 5/100 على 1/10 دي تديك ايه؟ تديك نص تقريبا. نص. يبقى لازم اللمدة 2 تبقى 15. يبقى 15 على 30 بنص. سؤال لطيف، يعني ما نقدرش نقول صعب أوي. فاكرين لما قلت خلي بالك ممكن يجيب لك المنشور في سائل؟ منشور مغمور في سائل في وضع النهاية الصغرى للانحراف، تم تسخين السائل فقط. فطبعا عارفين الحاجة لما بتسخن كثافتها بتقل، معامل انكسارها قل، يحصل ايه لزاوية الانحراف؟ تقل زاوية الانحراف. لحظة واحدة، لحظة واحدة، ركز معايا. فاكرين ان الزجاج كانت بتساوي ساين الفا نود زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين اللي قلت لك هتحفظه وانت داخل الامتحان؟ طيب الكلام ده يا جماعة كان مقسوم على 1، لان ده كان معامل انكسار المنشور وهو مرمي في الهواء. انا دلوقتي بقيت محطوط في سائل، فتحط تحت ان سائل. طيب بص الحتة الصايعة، انت سخنت السائل فكثافته قلت. لما المقام يصغر يبقى الليلة كلها تكبر. ده ألف ب ك ج 1 ينطح حمار. المقام قل، مش ناقصة دمج، هي المقام قل يبقى التوتال ايه؟ يزيد. وما دام ده زاد يبقى زاوية الانحراف تزداد. الله على السؤال، الله على السؤال، يخرب بيتك. تناسب طردي مع معامل انكسار النسبي. بص السؤال الأجمد منه في المنشور العاكس، النسبة بين، أيوة النسبة بين إيه بقى؟ عدد الانعكاسات الكلية. إيه السؤال الغريب ده؟ عند سقوط ضوء عمودي على أحد ضلعي القايمة وعدد الانعكاسات لما يسقط على الوتر. طبعا احنا عارفين لما بينزل على ضلع القايمة بينعكس انعكاسة واحدة. يبقى لما بينزل على أحد ضلعي القايمة انعكاسة واحدة. لما بينزل على الوتر بينزل كده ويلف ويرجع، بيعمل لفة ب 180 درجة، كلنا عارفينها. يبقى عمل انعكاسين، يبقى النسبة ما بينهم كام؟ نص. ايه يا وزير ده؟ يا وزير دي دفعة على الله يا وزير، يا وزير دي دفعة على الله. ايه الأسئلة اللي انت جايبها لها دي؟
الله يخرب بيك كده. النسبة بين عدد الانكسارات إلى عدد الانعكاسات الكلية في ظاهرة السراب. الله يخرب بيت الدنيا. ايه يا عم ده؟ بص يا سيدي، هو عايز عدد الانكسارات. بص يا حبيب قلبي، انا دلوقتي لو عندي طبقات الهواء اهي في السراب، استغفر الله العظيم يا رب، نزل اهو، انكسر مبتعدا عن عمود، انكسر مبتعدا عن عمود، بعد كده يروح حاصل له ايه؟ انعكاس كلي. حلو الكلام، حصل له انعكاس كلي. فانت هنا معلومه معرفش ازاي الوزير يسال فيها وانت ما تعرفهاش. حضرتك بينزل ينكسر ينكسر ينكسر، لما بيجي ينعكس اكتبها كده حتى على جوجل او شات جي بي تي او جيميناي، هتلاقي اجابه غريبه جدا. المفروض كان الوزير يحطها في كتاب الوزاره حتى عشان يسال فيه. ان لما بيجي نعمل انعكاس كلي بنسبه كبيره بيرجع كده على طول، بيرجع كده انعكاسه واحده، فبيرجع ستريت. فطبعا عدد الانكسارات اكبر بكتير من عدد الانعكاسات الكليه. يعني كده انت هتقسم رقم كبير على رقم صغير، يبقى الناتج بتاعك اكبر من الواحد. يعني مش عارف ازاي الطالب هيجاوب الحاجات دي بجد والله، لا بجد بره الضحك. ازاي والطالب ما خدهاش في كتاب الوزاره؟ ازاي؟ سبحان الله يا رب. طبعا حاصل اسم دي على دي بواحد. ليه؟ عشان هنا ايه كابيتال وهنا ايه كابيتال، هنا راس منشور وهنا راس منشور. طبعا طلبتنا حافظه الرسمه دي، ايه على ايه بواحد. سؤال 14. إذا كان المنشور في وضع النهاية الصغرى لشعاع أخضر تم استبداله بضوء أحمر، قلنا لو جاب لك سيرة الألوان يبقى جاب لك سيرة الطول الموجي. الطول الموجي الأحمر كبير، حطينا طول موجي كبير. فإن المنشور يظل في وضع النهاية الصغرى، يخرج من وضع النهاية الصغرى، يحدث له انعكاس كلي، تزداد زاوية انحراف. بص بقى يا سيدي، معامل الانكسار طردي مع زاوية الانحراف، عكسي مع الطول الموجي. طبعا اللي مذاكر عارف الكلام ده. انا كبرت دي يبقى صغرت زاويه الانحراف، ده ما ينفعش. يحدث له انعكاس كلي، احنا مالنا بالدرس يعني، احنا مالنا. يخرج من وضع النهايه الصغرى للانحراف. بص يا سيدي، حضرتك دلوقتي كبرت الطول الموجي، يعني عملت ايه؟ يعني هتصغر زاويه الانحراف اكتر. طب ما هو انا اصغرها ازاي؟ هي اصلا، الله يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه اللي حط السؤال عايز اينشتاين يحله. الوزير جايب اسئله عايز اينشتاين يحلها. فاكر الرسمه دي يا جدعان؟ اتاري المدرسين معظمها عملت عبيطه ما حلتهوش. عشان كده حضرتك هنا ده وضع النهايه الصغرى للانحراف. حلو الكلام. انت دلوقتي عنده لما تصغر الطول الموجي الزاوية المفروض تقل أكتر. طب تقل أكتر إزاي يا جاحد؟ أنت أصلا في وضع النهاية الصغرى. فإحنا وإحنا بنشرح قلنا إيه؟ قلنا إحنا هننزل ننزل 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 لحد أصغر زاوية انحراف. تيجي تنزل أكتر من كده تلاقيني رحت إيه؟ راجع تاني. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن الإجابة ب، يخرج من وضع النهاية الصغرى للانحراف. هيخرج من وضع النهاية الصغرى للانحراف. ما دام نفس المنشور يبقى هيخرج من وضع النهاية الصغرى. اصل الباقي ما ينفعوش. يعني يظل في وضع النهاية الصغرى ده ما ينفعش لانك بوظت الزاوية. وانت دلوقتي في النهاية الصغرى ما دام نفس المنشور مش هينفع. ما دام نفس المنشور مش هينفع. بص بقول لك ايه؟ مع بقاء زاوية السقوط ثابتة. بقاء زاوية السقوط ثابتة، هي دي الحتة اللي بوظت الدنيا. ما دام زاوية السقوط اللي نازلة فضلت ثابتة وانت غيرت اللون، فاللون عايز يصغر الزاوية أكتر، ما هو مفيش مكان. هتروح راجعة تكبر تاني. يخرب بيت ده سؤال، يخرب أنا فرهط. السؤال ده يعني السؤال ده حرام عليك يا أخي، ده أسئلة المراية كلها كويسة ما عدا ده. هو راح جايب ده يقول لك زاوية انعكاسه عند المراية بي بكام؟ طيب دي محتاجة بس نعمل زوم كده. يا وزير القبر أنت، حرام عليك والله، والله حرام عليك اللي أنت عامله ده. الشعاع نازل هنا موازي، يعني دي 60 بالتناظر. مطرح السقوط هنعمل عمود، ادي العمود.
تبقى دي 30 ينعكس ب30 يبقى دي 60. صعوبة المسألة في ايه؟ ان 60 و60 120. صح ولا انا عامل حاجة غلط؟ 60 صح كده. فحضرتك هنا 120 يبقى الشهر ده ما ينفعش. ده مثلث متساوي الاضلاع يبقى دي 60. هينزل عمود يبقى زاوية السقوط هنا بكام؟ 30 بس خلاص. لا ده مش ده اللي صعب. مش ده اللي صعب يا جماعة. ده مش صعب ده. الصعب لما كان حاطط هنا 30 كان المثلث اللي محطوط له هنا 30 كانت نفس المسألة بس كان هنا 30. ساعتها 30 و30 ب 60 كان هيتبقى 120. فعملت زاوية منفرجة. فساعتها هروح عامل عمود عشان اقسم 120 حتتين، واحدة 90 واحدة 30. كانت برضه 30 بس كانت رخمة عشان جاية منفرجة، كان الشعاع ده جاي كده. فأنا بصراحة كنت فاكرها نفس المسألة بس خلاص قشطة طلعت أسهل. إيه يا عم الأسئلة دي؟ خيط طوله ال يتحمل أقصى قوة شد تي، يبقى دي الاف سي. دي الاف سي، احنا قلنا قوة الشد من ضمنها الاف سي. ربط جسمه كده يتحرك في مسار دائري، أقصى سرعة خطية يمكن أن يتحرك بها الجسم دون أن ينقطع. سهلة وبسيطة. الاف سي هي الشد تساوي ام في تربيع على ار. هات الفي في طرف زي ما عملنا في الحصة يبقى تي في ار على ام. بس ايه الار دي؟ هو مسمي نص قطر الخيط ال، مسمي الخيط طوله ال. ماشي، يبقى تي في ال على ام. فين تي في ال على ام؟ سهلة دي. هو مسمي طول الخيط ال، طبعا عارفين كلنا طول الخيط اللي هو نص القطر. 17 جسم يتحرك في مسار دائري بسرعة مماسية v تضاعفت طاقة الحركة. الله، طاقة الحركة زادت الضعف مع بقاء نص القطر ثابت، يحصل ايه؟ قوة الجذب. الله يا ابني الله. طاقة الحركة تتناسب مع السرعة تربيع، يبقى السرعة تتناسب مع جذر طاقة الحركة. هشيل التربيع كده، السرعة زادت بمقدار جذر 2. الله، ما دام طاقة الحركة زادت 2 حط هنا 2 يبقى السرعة زادت بمقدار كام؟ جذر 2. عايز قوة الجذب المركزية. احنا عارفين قوة الجذب تتناسب طردي مع السرعة تربيع. يبقى ايه قوة الجذب؟ هنحط جذر 2 تربيع، يعني هتطلع ب2 زي طاقة الحركة، يبقى تزداد الضعف. تزداد الضعف. طبعا لو واحد ذكي يقول لك ما هي دي تتناسب مع في تربيع ودي تتناسب مع في تربيع، يبقى القوة زي طاقة الحركة هتزيد الضعف. سؤال 18. إذا افترضنا وجود كوكبين لهم نفس الكتلة، نفس الام كابيتال، الكوكب ألف صلب وكثيف والكوكب ب غازي بس ضخم الحجم. ايه يا عم الأسئلة دي؟ أين ستكون قوة جذب الكوكب أكبر عند الوقوف على سطحه؟ الله 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 يخرب بيتك. مين الكوكب اللي هيبقى بيجذب أكتر؟ بص يا حبيبي، احنا عارفين إن القوة بتاعت الجذب تساوي جي ام ام على ار تربيع. هو قال لك الاتنين اسمه ايه ده؟ الاتنين نفس الكتلة والجسم نفس الجسم ودي ثابت، يبقى انت كده علاقتك مع الار تربيع. طيب ماشي، ما دام علاقتك مع الار تربيع يبقى الله على الحته الصايعه، ما دام نفس الكتله تتشال والجسم كتلته هو واقف في الناحيتين والجي ثابت الجذب العام،
يبقى قوة التجاذب عكسي مع نص القطر تربيع. طبعا هحط ار كابيتال تربيع. مين الشاطر اللي فاهم ان انا حطيت ار كابيتال تربيع؟ عشان قال لك واقف على السطح، يبقى نص القطر على طول. ماشي. قال لك ده صلب وكثيف، مفيش كلمة واضحة. هنا بقى قال لك ده ضخم الحجم. ضخم الحجم يبقى نص قطر الكوكب ب أكبر من نص قطر الكوكب ألف. دي حل المسألة. أنا عايز أفهم يا وزير، أنت مصدق نفسك إن العيال هتجاوب الحاجات دي؟ حرام عليك. نص قطر ب أكبر من نص قطر ألف، بس نص القطر يتناسب عكسي مع القوة، يبقى قوة جذب ألف أكبر من قوة جذب ب، يبقى على سطح ألف أقوى. على سطح ألف هيبقى أقوى. يا نهار أسود علينا وعلى الأسئلة. عند وضع حاجز حديدي سميك بين جسمين، إيه يعني؟ قوة الجذب المتبادلة يحصل لها إيه؟ إيه يعني؟ يحصل لها إيه؟ هي قوة الجذب تعتمد على إيه؟ كتلة الجسم وكتلة الجسم. ملهاش دعوة بالحديدة اللي اتحطت في النص. ليها دعوة بالبعد اللي ما بين اتنين. ما دام انت ما غيرتش البعد اللي ما بين الجسمين يبقى الار ثابته. جي ثابت الجذب العام. مال ام الحديده اللي في النص؟ مالها؟ يبقى لا يتأثر. سؤال 20. طبعا دي حته مهمه جدا جدا. القمر الصناعي بيطير ازاي يا جماعه حوالين الارض؟ القمر الصناعي بينطلق في الصاروخ، والصاروخ بيطالع بسرعه عاليه، يبدا يلف بسرعه عاليه قوي ويروح فاكك الصاروخ زي ما احنا عارفين، يفك القمر الصناعي فيسيبه يجري بقى بسرعه. السرعه دي تعتبر ايه؟ كانك ضربته قذيفه. لما بحذف القذيفه القمر الصناعي بيروح مكمل لف لوحده عن طريق الكسور الذاتي. فعند تساوي انحناء قذيفه مع انحناء سطح الارض يتحرك في مسار دائري حول الارض. سؤال حلو طبعا. اسئله المقالي. لا والله المنشور احنا بالنسبه لنا احنا المنشور ده لعبه يعني. منشور ثلاثي متساوي الساقين. اموت انا في الرسم. احد زواياه 60. طب ما خلاص، ما تقول متساوي الاضلاع. ده انت روش قوي يعني، انت روش اخر حاجه. سقط على احد اوجه شعاع بزاويه 45. كلنا حافظين طبعا بنعمل ايه. هنرسم كده 45. فانكسر موازيا للقاعده. هينكسر موازي للقاعده. بص الحته الصايعه دي. احسب النسبه بين زاويه النهايه الصغرى انحراف وزاويه خروجه. ماشي. بص يا سيدي، دي 60 يبقى دي 60 يبقى دي 30. طب ما هي دي بتساوي دي يبقى دي 30. الله، ده انت كده في وضع النهايه الصغرى للانحراف يابا. ده انت اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى اللي بره بيساوي اللي بره. طب عايزين الالفا نود. الالفا نود بتساوي ايه؟ 2 فاي نود ناقص ايه؟ يعني 2 في 45 ناقص 60 يبقى هتساوي 30. يبقى زاوية النهاية الصغرى للانحراف بكام؟ ب 30. طيب طبعا انتوا عارفين القانون ده، احنا ما عندناش غير قانونين، قانون فاي نود والقانون بتاع ايه؟ معامل الانكسار. افتح ورقة القوانين معاك هتلاقيهم. طيب وزاوية الخروج 45 يقسموا على بعض يبقى 30 على 45 بكام بقى 30 على 45؟ اقسم على ايه بقى؟ اقسم على 5 يبقى لي 6 وهنا يبقى 9. اقسم كمان على 3 يبقى 2 على 3 يبقى 2 على 3. حتى ده عامله فيه حوارات. تنعطف سيارة دي ما فيهوش حاجة، ده مش هشرحها. مديك الكتلة ومديك نص القطر ومديك السرعة وعايز القوة الأفقية اللازمة للحفاظ على السيارة. هتعوض بام في تربيع على ار هتطلع ب 17 كيلو نيوتن. 13 سؤال المتفوقين بتاعي. السؤال القانون ده محطوط باسمي. يدور تابع حول الارض مره واحده الكل، يبقى ده الزمن الدوري 86.6 مينت يبقى في 60. عندما يكون نص قطر مداره معاك ار سمول 6500 في 1000. الله عليك يا فنان، استخدم البيانات لايجاد كتله الارض. ها يا عم ما ادكش غير تي وار سمول،
فين الطلبه اللي حضرت المراجعه؟ ها؟ قلنا لو معاك تي وار سمول تستخدم انهي قانون؟ قانون يا حبيبي قانون المتفوقين، تي تربيع تساوي 4 باي تربيع ار تكعيب على جي ام. دعوه حلوه، دعوه حلوه لمدرسك اللي مهتم بيك وحللك النماذج الاسترشاديه اللي الناس نفضت لها. عايز الكتله ان شاء الله يجي منها الامتحان. طيب بنعمل ايه؟ مقص تبادلي، هنبدلهم مكان بعض، يبقى الام تساوي 4 باي تربيع ار تكعيب على جي تي تربيع. خلصت المسألة. تطلع الكتلة 6 في 10 أس 24. 6 في 10 أس 24. يا ريت تحل بإيدك المسائل الصعبة دي. وإيه يا عم كل ده مقالي؟ نهار أسود علينا وعلى سنيننا. 4 مطرقة ضربنا في أحد نهايتي أنبوبة طويلة وهناك كاشف عند الناحية الأخرى، يعني واحد واقف هنا وواحد واقف هنا. التقط صوتين يفصل بينهم فترة زمنية 4. يعني الصوت الأولاني تي والتاني تي زائد 4. وكانت سرعة الصوت في الهواء 330 وسرعة الصوت في المعدن 3000 متر على الثانية. عين طول الأنبوبة. جميل. بص يا حبيبي أفهمك. واحد واقف هنا أهو بيزعق، فصوته شوية دخلوا في الأنبوبة وشوية مشوا في الهواء. فأنت واقف هنا بتسمع، فبيقول لك في صوت منهم وصل قبل التاني، في فرق ما بينهم 4 ثواني. مين الطالب الجاحد اللي هيجاوبني؟ ايه الحاجة اللي ثابتة؟ سرعة ولا زمن ولا المسافة اللي مشيوها؟ طبعا الطالب الشاطر يقول لي المسافة، ما هو ده مشي ال وده برضو مشي ال. حلو، يبقى كده المسافة ايه؟ ثابتة. الله عليك يا مستر. يبقى تاني، هنا في صوت دخل جوه الانبوبة وهو بيزعق الصوت برضو وصل من بره، فبيقول لك في واحد منهم وصل متأخر 4 ثواني. الطول ثابت لأن الأنبوبة هنا هي نفس البعد ده، لكن سرعته جوه الأنبوبة غير سرعته بره. زمنه جوه الأنبوبة غير زمنه بره. أعمل أنا إيه؟ أقول المسافة 1 بتساوي المسافة 2. ومعروف إن المسافة تالتة إعدادي كي جي 1. يلا يا طلبة كي جي 1 السرعة مسافة على الزمن، يبقى سرعة 1 في زمن 1. طبعا اللي حضر المراجعة خدنا أسئلة زي دي في المراجعة في الفيديو اللي أنت اتفرجت عليه. طيب نسأل سؤال. السرعة أم 330 والسرعة أم 3000. بذمتك يا راجل يا عال، مين زمنه هيبقى أصغر؟ مين زمنه أصغر؟ اللي سرعته كبيرة ولا اللي سرعته صغيرة؟ طبعا اللي سرعته كبيرة. يبقى ده ال 3000 هياخد زمن تي، لكن ال 330 ده بطيء هياخد تي زائد 4. وبعدين أي طالب شاطر واخد باله إن هنا العلاقة ما بينهم علاقة إيه؟ عكسية. كده مين المجهول الوحيد؟ تي. اعمل شيفت سولف، طلع التي معرفش بكام، المهم يعني هتطلع التي. هو عايز ايه بقى؟ عايز طول الانبوبه. عرفت التي بكام؟ خدها حطها هنا. عرفت طول الانبوبه، يبقى طول الانبوبه هتساوي 330 في تي زائد 4 او 3000 في تي، اي حاجه. المهم جرب بالآلة الحاسبة هتطلع تقريبا 1400 متر. هي 1480. جربها بالآلة الحاسبة. طبعا سؤال جامد جدا. ده كده النموذج الاسترشادي الأولاني. تاخد كوباية شاي وتريح، ويلا بينا كل لك سندوتش جبنة بقوطة كده وخش كمل معايا. يلا يا كبير. يلا بينا. جاهز؟ الاسترشادي التاني. صلى على النبي، صلى على النبي ما تنساناش. بيقول لك إذا كانت طاقة حركة جسم يسقط سقوطا حرا تحسب من العلاقة كي إي بتساوي 5 في تربيع. طب ما احنا عارفين إن دي بتساوي نص إم في تربيع. يوم الطالب الجامد يقول لي يبقى نص الإم ب5، يبقى الإم ب10. تمام. عايز طاقة وضعه على ارتفاع 6 متر. خلاص بقى سهل.
يبقى طاقة الوضع بتساوي ام جي اتش. انت جبت الام ب 10 والجي ب 10 اهي والاتش ب 6 يبقى 600. خلاص خلصت. ده سؤال سهل بيفتح نفسك في الاول. السؤال الثاني، قام شخص بتسلق جبل ارتفاعه 20 متر اتش وكانت كتلته ايه الهبل ده؟ ام جي اتش يا جماعه 1200. سؤال عبيط. دي خدناها في ملزمه ليله الامتحان. انا هنا بقى سياره كتلتها 2000 كيلو يبقى دي الام، تتحرك بسرعه يبقى دي الفي اي سرعه ابتدائيه. بدات السياره في التباطؤ فتوقفت يبقى دي السرعه النهائيه بصفر. بعد مسافه يبقى دي. عايز متوسط قوه الاحتكاك. مش احنا قلنا الشغل المبذول يساوي فرق طاقه الحركه؟ مش انا لما شرحت لك زمان طاقه الحركه قلت لك لو اداك سرعتين مش هنجيب كي اي، هنجيب دلتا كي اي. طب الشغل قانونه ايه؟ اف في دي، دي اللي هي قوه الاحتكاك اللي هتوقف العربيه، تساوي نص ام في اف تربيع ناقص في اي تربيع. افتكر القانون ده عشان جاي في الامتحان. افتكر القانون ده عشان جاي في الامتحان. خلاص خلصت المساله. يبقى اف في المسافه بكام؟ 100 يساوي نص الكتله 2000 الفي اف بصفر الفي اي 20 تربيع. خلصت المساله. تطلع سالب 400 سالب 4000. طبعا دي غلطه. هو قال عايز مقدار. ماشي سالب 4000 المفروض تبقى سالب. لو جت في الامتحان سالب وموجب تختار سالب لان الاحتكاك والفرامل سالب، بس هو قال لك مقدار فهحط موجب. السؤال رقم 5. سؤال من الاسئله اللي عايزه عبقري. جسمان A و B، واحد ب2 واحد ب4، محطوطين على ارتفاع الايه محطوط على ارتفاع 20 وده محطوط هنا صفر مش محطوط. قذف الجسم بي لاعلى، اتحدف بي لفوق فين؟ لمسافه اسمها اتش ما اعرفش بكام. وفي نفس اللحظه الايه هيقع، في نفس اللحظه الايه وقع. عندما التقي الجسمان في نفس الارتفاع، الاثنين كانوا عند الارتفاع اتش، كانت طاقه وضع البي تساوي نص طاقه حركه A. قول لي الاتش يبقى بكام؟ يا لهوي يا لهوي على السؤال. طيب صلى على النبي، لازم يتسقف له. حضرتك وانت واقف فوق طاقة وضعك أكبر ما يمكن وطاقة الحركة بصفر. حلو الكلام؟ هتبدأ تنزل، طاقة الحركة هتقل طاقة الوضع هتقل، قصادها طاقة الحركة تزيد. حلو قوي حلو قوي. تاني يعني طاقة الوضع لو 10 نزلت هنا بقت 8، اعرف ان طاقة الحركة من صفر بقت 2. لا بالراحة تاني يا مستر. تاني، انا دلوقتي لو طاقة الوضع فوق 10، اللي اتفرج على الفيديو بتاع الشرح اللي نزل على اليوتيوب بتاع فصل الشغل، طاقة الوضع هنا 10 نزلت شوية بقت 8 اها. الاتنين الفرق مين اللي خدهم؟ طاقة الحركة. عايز تقول ايه؟ صلى على النبي. عايز اقول ان طاقة الحركة دي عبارة عن الفرق اللي حصل في طاقة الوضع بتاع ايه. يعني فرق طاقة الوضع اللي انا نزلته هو اللي طاقة الحركة خدته، هو اللي طاقة الحركة خدته. يا لهوي على الجبروت على السؤال. يبقى نص فرق طاقة الوضع هيبقى ايه؟ كان في الاول على ارتفاع 20 يبقى ام جي في 20، نزل بقى عند الارتفاع اتش، الله اعلم بكام اتش. طيب طاقة الوضع عند البي هتبقى الام بتاعت البي في الارتفاع اتش اللي هو طلع له معرفش مين اتش. حلو قوي المعادلة دي. ما تودي الجي، هي مش ناقصة زحمة، ودي الجي. كتلة بي بكام؟ ب2 في اتش تساوي نص افتح قوس كتلة A
ب4 في 20 ناقص 4 في اتش. احلى شيفت سولف بقى، احلى شيفت سولف، هات الاتش هتلاقيها ب10. لا لا لا، ده سؤال اوائل الطلبه. عارف انت مسابقات اوائل الطلبه؟ ده سؤال اوائل الطلبه. ان الطالب متفوق لازم يبقى فاهم ان طاقه الوضع فوق كانت اكبر ما يمكن، وقع لتحت شويه، طاقه الوضع قلت، الشويه اللي قلتهم هو اللي زادتهم طاقه الحركه. اذا طاقه الحركه اللي هو بيقول عليها دي هي الفقدان اللي حصل لطاقه الوضع. فطاقه الوضع كانت اكبر ما يمكن عند الارتفاع 20، قلت ونزلت عند الارتفاع اللي اسمه اتش اللي انا ما اعرفوش. يخرب بيت ده سؤال. سؤال 6. جسمان A و B، كتلة A ضعف كتلة B، كتلة A ضعف كتلة B، كان لهم نفس طاقة الوضع. ايه معناها؟ طيب الاتنين ليهم نفس طاقة الوضع، يعني طاقة وضع A بتساوي طاقة وضع B. ده قانونه MA في G في HA، وده قانونه MB في G في HB. معرفش انتوا واخدين بالكم من حاجة ولا لا. ايه هي؟ ان كتلة A على كتلة B تساوي H ال B على H ال A. هل تعلم ان العلاقة بين الكتلة والارتفاع علاقة عكسية في حالة ثبوت طاقة الوضع؟ تاني، في حالة ان طاقة الوضع ثابتة زي ما قال، يبقى الكتلة والارتفاع عكسي. ما دام كتلة A هي الكبيرة يبقى ارتفاع B هو الكبير، يبقى الجسم B على ارتفاع ضعف ارتفاع A. يبقى الجسم B على ارتفاع ضعف الجسم A. لان انا حتى يا حبيبي لو عوضت هنا ب2 MB على MB هيطيروا مع بعض، فيبقى ال HB 2 وده 1، فارتفاع B ضعف ارتفاع A. يبقى معلومة زودها في ملحوظاتك في ورقة الزتونة اللي معاك اللي استلمتها مني في المراجعة، إن الكتلة والارتفاع علاقة عكسية لو طاقة الوضع ثابتة. سؤال 7. إذا تركت من دول يتحرك في غرفة مفرغة تماما من الهواء، يعني مفيش قوة مقاومة الهواء اللي قلناها في النموذج الاسترشادي اللي هناك، يعني مسألتنا طبيعية مفيش حوارات. فما هو الشكل البياني للطاقة الميكانيكية مع الزمن؟ طبعا كلنا عارفين يا جماعة الطاقة الميكانيكية مع الزمن ثابتة، لكن لو في مقاومة للهواء كانت قلت، لأن الهواء هيفضل يقاوم البندول هيخليه يقف في الآخر. حلو، يبقى خط مستقيم موازي لمحور الزمن، خط مستقيم موازي لمحور الزمن. لا النموذج الثاني واضح كده ان هو سواد. اذا كانت المسافة الفاصلة بين القمة الثانية والقمة اكس لموجة مستعرضة. سواد، والله داخلين على سواد. مثلا المسافة الفاصلة بين القمة الثانية والقمة اكس. طيب ادي القمة الثانية، القمة الأولى هنقول دي القمة اكس اهي، عشان أعرف أتخيل المسافة دي اسمها ال. الطول الموجي بيساوي كام؟ الطول الموجي بيساوي كام؟ حلو قوي. مش احنا بنقول ان الطول الموجي بيساوي اكس على عدد اللفات؟ صح. اكس دي اللي هي المسافة الكلية. النهاردة المسافة الكلية اسمها ايه؟ اسمها ال. طب عدد الموجات هنا اجيبه ازاي؟ بص يا سيدي، حلو قوي السؤال ده. من هنا لهنا موجة، من هنا لهنا موجة، فالان هنا كم موجة؟ 2، صح كده؟ تمام. طب انا عايز قانون يقول لي ازاي احسبها. عدد الموجات هنا 2، حضرتك هتعمل ايه؟ لو طرحت دي الموجة رقم كام؟ 4 ناقص 2 يديك ايه؟ 2. طب لو كنت رحت للموجة رقم 5
ساعتها الان بتاعتي ب3. جبتها ازاي؟ قلت ال5 ناقص ال2 ب3. طب لو رحت للموجة رقم 6 يبقى ب4. عملتها ازاي؟ 6 ناقص 2 ب4. حلو، يبقى العدد ده هيبقى اسمه اكس ناقص 2، لان الاتنين دي بقت ثابته معانا، يبقى اكس ناقص 2. يبقى الاجابه ال على اكس ناقص 2. يبقى تاني، لو رحت للموجه رقم 3 من هنا لهنا كم موجه؟ 1. عرفت منين انهم 1؟ قلت الموجه 3 ناقص 2 ب1. طب رحت لهنا يبقى الان ب2. عرفت منين؟ طرحت الموجه 4 اللي هي اكس ناقص 2. ففي كل الاحوال انت بتطرح من رقم كام؟ 2، عشان انت بادئ من عند الاثنين. ايه يا راجل الاسئله دي يا راجل؟ ايه يا راجل الاسئله دي يا راجل؟ موجه مستعرضه، المسافه الرأسيه. ايه ده لسه واخدينها دي معاده دي. سؤال 10. إذا سقط شعاع ضوئي من الوسط A إلى الوسط B وكانت الزاوية الحرجة بينهما 30، هذا يعني أن الصوت، سرعة الصوت في الوسط، لحظة، احنا عارفين إن ساين فاي سي بتساوي V الصغير على V الكبيرة. طيب، سقط شعاع ضوئي من الوسط A الوسط B، ساين 30 بنص هيساوي في على في. لحظة بقى عشان نتكلم في الحتة دي. الله يخرب بيت الجمال في السؤال ده. هو جاي من الوسط ده، احنا عارفين الزاوية الحرجة شرطها ان يجي من معامل الانكسار الكبير لمعامل الانكسار ايه؟ الصغير. شرط الزاوية الحرجة يجي من الكبير للصغير، ومادام جاي من الان الكبيرة يبقى جاي من السرعة الصغيرة رايح للسرعة الكبيرة. يبقى انا قاسم الفي اي على الفي بي اللي هي السرعة الصغيرة على السرعة الكبيرة. يبقى افهم من كده ان سرعة A نص سرعة B. الأسئلة عالية أوي يا جماعة، أسئلة عالية أوي. أني اتنين من دول لهم أكبر زاوية حركة؟ ده عبط، ده نقعد نعوض. يعني ساين فاي سي شفت ساين 1 على 1 ونص، شفت ساين 1 على 13، طلعت الإجابة ج، الزجاج والماء. ده ما فيهوش حاجة ده. سؤال 12. شعاع ضوئي يسقط بزاوية 45 على السطح الفاصل بين وسطين، وكانت سرعة الضوء في الوسط الأول يساوي كذا وسرعة الضوء في الوسط الثاني يساوي كذا. طبعا هنجيب الزاوية الحرجة اللي هي شيفت ساين السرعة الصغيرة على السرعة الكبيرة. السرعة الصغيرة 2 على 2 جذر 2، يعني هتطلع الزاوية الحرجة 45. هو سقط بزاوية كام؟ 45، يبقى ينفذ مماس. ما دام الزاوية الحرجة بتساوي زاوية السقوط يبقى ينفذ مماس. سؤال 13. في تجربة الشق المزدوج، الله 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 الله، حط الجهاز في المية، تم غمر الجهاز في سائل معامل انكساره كذا بدلا من الهواء. يا حلاوة يا ولاد. فإن المسافة بين الهدبتين دلتا واي يحصل لها إيه؟ يا حلاوة يا ولاد. إيه يا ولادة؟ بص يا حبيبي، كده معامل الانكسار زاد، وما دام معامل الانكسار زاد يبقى اللمدة قلت، وما دام اللمدة قلت يبقى الدلتا واي قلت. يا حلاوة يا ولاد. طبعا حاجة جميلة، حاجة جميلة، لأن احنا عارفين اللمدة والدلتا واي تناسب طردي. ارجع لي تداخل الحيود، مراجعة المكثف رقم 1، تداخل الحيود، اوعى تكون نسيتها. تداخل الحيود، إذا كان لدينا منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف تم رفع درجة حرارته بانتظام مما أدى لنقص معامل الانكسار، زاوية الانحراف يحصل لها إيه؟ تقل. قلنا معامل الانكسار
يتناسب طردي مع زاوية الانحراف. للمرة الثانية بيأكد عليها، دي جاية في الامتحان. دي جاية في الامتحان. سؤال 10. إذا سقط ضوء أحادي اللون على شقين المسافة بينهما دي، فظهرت هنا بالتداخل على بعد R، وعند زيادة المسافة بين الشقين للضعف، الدي اتضربت في 2، الدلتا واي تتضرب في نص. يبقى الدلتا واي اتضربت في نص. لكي تظل الدلتا واي ثابتة. لا لحظة واحدة. الدلتا واي تساوي لامدا ار على دي. دي اتضربت في 2، يبقى يا دي تتضرب في 2 يا دي تتضرب في 2، واحدة منهم تتضرب في 2 بقى، عشان هو عايز الرقم ده يفضل ثابت زي اللي خدناه في المراجعة. عايز الرقم ده يفضل ثابت، يبقى دي تتضرب في 2 او دي تتضرب في 2. زيادة المسافة بين الشقين والحائل ار للضعف. صح. خلاص صح. سؤال 16. لماذا لا يلتصق كوبايتين من الشاي، الله عليك يا فنان، ببعضهما البعض على طاولة بفعل قانون الجذب العام رغم وجود كتل ومسافة بينهما؟ الله عليك يا فنان. ليه كوبايتين الشاي ما بيمسكوش في بعض؟ ليه صحيح؟ ليه؟ عشان حطيتهم ازاز. عارف لو بلاستيك؟ ايه يا فنان اللي انت بتقوله ده؟ انا اسف على القلش يا جماعه. لان المسافة بينهما اصغر مما يسمح به القانون. غلط. لا غلط. ايه علاقة المسافة ان هم ما لزقوش في بعض؟ ده بالعكس، ده لما يقربوا المفروض يلزقوا. لان قانون الجذب العام لا ينطبق على السوائل. لو النبي بينطبق على اي حاجة ليها كتلة، والسوائل ليها كتلة، لان الهواء بيزق كل واحدة بعيد عن التانية. يا ولا يعني هوا كوباية شاي بيزقها كده؟ ايه يا عم الكلام ده؟ لان قوة الاحتكاك اللي مع الترابيزة اكبر من قوة الجذب الضعيفة اللي بين الكوبايتين. صح. دلوقتي الكوبايتين محطوطين كده، علشان تشد دي لازم تتغلب على الاحتكاك اللي مع الأرضية تحت. الاحتكاك طبعا اللي مع الترابيزة طبعا أقوى بكتير من قوة الجذب الضعيفة بسبب إن كتلتهم صغيرة. الشاشة تعبت تقريبا. سؤال 17. في الشكل المقابل يدور قمران صناعيان MX و MY حول كوكب واحد في نفس الارتفاع. نفس الارتفاع يعني نفس الار سمول، وفي نفس الاتجاهات، بيلفوا في نفس الاتجاه. هي مش السرعة بتساوي جذر جي ام على ار؟ طب ما هما نفس الجي ثابت الجذب العام، نفس الكوكب، نفس الارتفاع، يعني ماشيين بنفس السرعة. يصطدم القمران، اشطب كل يصطدم دي. ليه؟ لا يمكن يصطدموا. ليه؟ عشان الاتنين بيلفوا بنفس السرعة، هيفضلوا محافظين على المسافة اللي ما بينهم. الاتنين بيلفوا كده، هيخبطوا ليه؟ أي الأشكال التالية تمثل علاقة بين شدة مجال الجاذبية جي وثابت الجذب العام؟ طبعا اسمه ثابت الجذب العام. ثابت الجذب العام ألف. سؤال 19. إذا كانت السرعة المماسية التي يتحرك بها جسم في مسار دائري هي كذا، دي الفي، وأكمل الجسم 30 دورة خلال دقيقتين. والله جاي، أنا حالف في مراجعة ليلة الامتحان وقايل لك جاي. دي بتساوي تي على إن، دقيقتين يعني 2 في 60 على 30. عايز قطر المسار الدائري، عايز الاتنين ار. طبعا يا جماعة الموضوع سهل وبسيط. احنا عارفين المثلث اللي هو في 2 باي ار على تي. طيب يبقى افهم من كده ان ال 2 باي ار بتساوي في تي. انا عايز 2 ار، يبقى في تي على باي. خلصت. في تي على باي تطلع ب 14. انا عايز القطر. ها 2 ار. سؤال 20. من التطبيقات لقوة الجذب المركزية كل دول ما عدا طبعا قلنا غسالة الاوتوماتيك، قلنا مكنة غزل البنات، لعبة البراميل في الملاهي، كل دول صح. زيادة سرعة السيارة في المنحنيات غلط. طبعا غلط. انا مالي ومال زيادة سرعة السيارة.
المقالي خير اللهم اجعله خير يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. في ايه الرسمه دي؟ ايه كرشه النفس دي يا من؟ ايه الرسمه دي؟ الاشراف عندي فنان قوي. يبعد غواص يستخدم جهاز تنفس، مش فاهم حاجه في العربي بس ماشي، مسافه افقيه 280 متر عن الشاطئ على عمق 90 متر. يعني ده الغواص يا منى. ماشي يا منى، فنانه عندي المشرفه. ده الغواص على عمق 90 متر ويبعد عن الشاطئ 280 متر. ويطلق الغواص شعاع ليزر نحو سطح الماء بحيث يصطدم الشعاع بسطح الماء عند نقطة تبعد 190 متر عن الشاطئ. يعني في نقطة هنا على بعد 190 متر من الشاطئ، يبقى انت اتبقى لك هنا كام؟ 90 متر. ما هو 280 شيل منهم 190 يتبقى لك 90. ثم يصل الشعاع بعد انكساره إلى قمة مبنى. الله يا فنان، الله يا فنان. ايه يا وزير الجمال ده؟ الشعاع نزل خبط انكسر راح في ارتفاع مبنى. الله يا فنان. اذكر رقم المبنى. ما هو المسألة دي لازم تجيب رقم المبنى او اسم الشارع اللي فيه المبنى والله، او مين ساكن فوق سطح المبنى. ما هو انت عايز طالب تانية ثانوي يحل لك المسألة دي؟ ماشي. على حافة شاطئ ما هو ارتفاع المبنى؟ الله يا فنان. وكم دور؟ لازم تقول له كم دور المبنى. إذا علمت أن معامل انكسار الماء، والله كتر خيرك إدانا معامل انكسار الماء، والله كتر خيرك. إيه يا وزيري الفن ده؟ غواص بيغرق على عمق 90 متر. الله يا فنان. أصدر إشارة ضوء خبطت في سقف مبنى. اديني ارتفاع المبنى. بالله عليك يا شيخ، دي لو جبتها لهم في الامتحان بالله عليك مدرس الفصل نفسه هيحلها يا راجل. طيب احنا هنقسم الرسمه نصين. خلاص انا فهمت هو عايز ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. اهي الرسمه مقسومه جزئين. الراجل اطلق الشعاع كده، دي زاويه السقوط. بص بقى الحته الجايه دي، ماشي؟ ده 90 متر والعمق 90 متر. الحمد لله حاجه عدله. دي 90 و90 مثلث متساوي الساقين، يبقى زاويه السقوط هنا 45. الحمد لله حاجه سهله اهي. زاويه السقوط دي 45. الراجل ده انكسر كده. انا عايز الارتفاع اتش ده. طبعا الطالب الشاطر فهم خلاص المساله سهله يا جماعه. انا بهرج والله العظيم بهرج، بس هي فعلا تخض. لا يعني مفيش طالب يعرف يترجمها لوحده. الطالب الجامد. هجيب زاويه الانكسار. لو جبت زاويه الانكسار اعرف بقيتها، اقدر اجيب دي لان انا معايا بعد الشاطئ 190 متر. فلو جبت الزاويه اكس دي اعرف اعمل تان واجيبها. طيب كلنا هنعمل سنيل. معامل انكسار الميه بكام؟ ب4/3. يبقى 4/3 ساين 45 هتساوي 1 ساين سيتا. هنعمل سنيل. السيتا طلعت ب70.5، دي طلعت ب70.5. قول 70. يبقى اللي فاضل لك 19.5. يبقى الزاوية اللي هنا 19.5. خلصت المسألة على فكرة. ده اسمه مقابل اللي انت عايزه، وده اسمه مجاور. يبقى المقابل اتش والمجاور 190. تبقى تان 19.5 اتش على 190. جبت الاتش طلعت 67.2 متر. طلبتنا اللي بتتفرج على الفيديو ابعت لك البي دي اف بتاع النماذج ده اللي انا بحل منه على الجروبات لو انت عايزه، لو عايز تطبعه وعايز تشوفه. 6. عايز اعرف ايه الاسئله دي بجد والله. ايه الاسئله دي؟ 6. تنعطف سياره كتلتها 1200 كيلو عند نص شارعين بسرعه مقدارها 8 وتتحرك في مسار على هيئه قوس. طب ما تقول يا عم مسار دائري يا عم. وكان نص قطر ما مقدار قوه الاحتكاك. طب ما تعوض يا ابني ام في تربيع على ار. ايه العبط ده؟ امال راسم لنا عربيه عرفنا ليه؟ السؤال اللي بعده. جسم مهتز يحدث اهتزازه كامله كل 40 ملي ثانيه. زمن دوري.
فيصل الصوت لشخص يبعد، خدناه في المراجعه. عايز المسافه مركز التضاغط الثاني والتضاغط الثالث، دي اللي هي 3 لمضه، خدناه في المراجعه. الحمد لله. وكده الحمد لله الذي بالنعمات تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. خلصت السنه، خلصت بكل حاجه. اللهم اني يا رب اكون كفيت ووفيت. ولو انت شايف ان انا كفيت ووفيت وكنت معايا من اول السنه، نتمنى كلمه حلوه في الكومنتات نودع بيها سنه 2026 واحنا في ثانيه ثانوي، ونستنى ان شاء الله شهرين ونص. ان شاء الله بفكرك بس شهرين ونص ونبدا ثالثه ثانوي. هتوحشوني جدا 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 والله، لان كل الطلبه اللي اتبقت تقريبا بنسبه 95% معانا لاخر السنه هم طلبه متفوقه، طلبه محترمه. مستنيكم ان شاء الله في ثالثه. هتوحشوني وسلام.